السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد الكيال من تجربة الاحتراف. اللي أنا هعرضه لكم ده أول يوم طبعا قبل ما أنقل في الشقة دي. هصور لكم طبعا اليوم كله بتاع الكلام ده كله والشقة دي وكل حاجة وأنا بحلق وكل حاجة. تمام. المهم دلوقتي مش محتاج منك غير اللايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتتفرج على الفيديو للآخر يا نجم مصر، لأن ده مش هكدب عليكم طبعا استفادة ليا واعتبروه دعم ليا في الغربة اللي أنا فيها. تمام. طبعا الشقه كانت هتتسرق بتاعتي مش الاوضه اللي انا كنت واخدها اول يوم، لان دي كانت يعني كنت هستقر فيها يوم واحد. طبعا الفيديو يعتبر ملخص كل حاجه. الموضوع بجد بنسبه 100%. هنقل لكم كل تجربتي. عايزكم معايا في كل الرحله طبعا. دي اول رحله احتراف ليا، فانا هبقى مبسوط وانتوا معايا وانتوا بتدعموني وانتوا سبورت ليا. فاتمنى ان انتوا تفضلوا موجودين معايا كده، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقدر ان انا افرحكم وابسطكم. وكومنتاتكم قولوا لي انتوا عايزين نجرب ايه في البلد دي. طبعا البلد انا لسه ما قلتش عليها لان الدوري لسه ما بداش، فهحتاجكم ان انتوا تخمنوا. واكتر حد هيخمن في كل الفيديوهات اللي انا هعملها لحد ما اعلن عن البلد هيبقى طبعا ليه هديه جامده. ممكن يعني لو حابين اعملها تيشيرت النادي اللي انا همضي فيه، يعني باذن الله باذن الله. فانتوا قرروا وانا معاكم. وانا بحبكم. وطبعا هنكمل الفيديو دلوقتي وهنتفرج وهنشوف انا كان هيحصل معايا ده ازاي وايه اللي حصل، وهوريكم البحر وهوريكم كل حاجة. ده كان اول يوم بس. في ايام تانية بقى كل يوم هتبقى حكايتي، يعني قصتي مع الاحتراف، مع اول يوم مع تاني يوم، تجربة حاجات غريبة في البلد دي. البلد هنا ما بيتكلموش عربي. في حاجات كتير قابلتني وحاجات لسه هتقابلني، هنعيشها كلها مع بعض. وانا مبسوط ان انا هنقل التجربه ليكم. تعالوا معايا نتفرج على الفيديو. يوم في رحلتي في الاحتراف يا نجوم مصر. بصوا يا جماعه، تقريبا الاوضه دي مش امان، فاكتشفت حاجه كده غريبه. بصوا يا جماعه، دي اول اكله هاكلها هنا. وطبعا يا نجوم مصر لان الاوضه دي اوضه مؤقته هقعد فيها اول يوم، فكنت قلقان جدا. فصلى على النبي واخبط اللايك وتعالى معايا. يوم في رحلتي في الاحتراف يا نجوم مصر. تعالوا اوريكم اول يوم، تعالوا اوريكم البحر في البلد اللي انا فيها. وبالمناسبه امي عامله لي فطار بتاع 3 ايام ولا 4 ايام يا جماعه، اهو بانيه. الحمد لله يعني، والله مش عارف هنا الاكل كله حرام، فهناكل الفطار. وتعالوا معايا البحر اوريكم الدنيا عامله ازاي. بصوا يا جماعه، تقريبا الاوضه دي مش امان، فاكتشفت حاجه كده غريبه. بصوا استنوا ثواني. بصوا كده المسامير بتاعت الحوار ده كلها مفكوكه. بصوا الشباك ده بيطلع، كلهم مقفولين، والازاز ده برضو عاملينه مفتوح، مفيش غير الشباك ده اللي بيفتح. فانا مضطر اخد فلوسي بره وانا ماشي، ومش هسيبها هنا طبعا. وربنا يستر بقى ان شاء الله، يعني مش هيحصل حاجه يعني. جيت هنا بغير فلوس. تعالوا نشوف بقى ال 100 دولار هتتفك بكام هنا. ربنا يستر. وطبعا دي نجوم مصر فلوس الدوله، واعتبروا ان كل الفلوس دي ملهاش اي لازمه. حاسس ان اتنصب عليا بس حلو يعني. نزلت كده متحرك على البحر اهو يا نجوم مصر. وده الشارع هنا، بص الشارع عامله ازاي، بس حاجه فخمه الصراحه يعني. انا مبسوط في الرحله ومعتبرها سياحه. هجرب، هخطأ، هغلط، هحاول، بس مش هيأس. فاهمين حاجه يعني؟ انا جاي لوحدي يعني، فاهمين؟ ويلا يا ربك كريم وربك هيرزق، وان شاء الله ان شاء الله خير يعني. تعالوا معايا نشوف البحر ونشوف الاجواء. بصوا يا جماعه، دي اول اكله هاكلها هنا. ده سمك، عشان دي الحاجه الوحيده اللي حلال هنا، وهنحط عليها كاتشب. اهم حاجه الكاتشب ده حلال. مفيش سمك بس قشطه يعني، حلو. مشكله الاكل هنا بس حراق شويه. وبعد ما اكلت بقى كده يا نجوم مصر، تعالوا اخدكم معايا البحر. مصر هنا كله قالع، كله قالع، مفيش حد لابس. انا خايف اجيب لكم اي منظر ولا اي حاجه، بس عموما انا اقول البحر يعني. ده البحر. تعالوا بقى نشوف الفعاليات اللي نقدر نعملها هنا ايه. وده كان وقت الغروب يا نجوم مصر. عارف ان الفيديو مش مهم خالص، بس انا حابب اخدكم معايا خطوه بخطوه. وانا عارف يا نجوم مصر ان الرحله مش هتحلى غير بكم انتوا. وحاول تتوقع يا نجم مصر انا في دوله ايه.